ممكن مشروع يخلص في ميعاده وفي حدود البادجت ويسلم كل السكوب اللي كان متفق عليه، وبعد كل ده واحد من أهم الناس في المشروع يعتبره فشل. وده مش سيناريو غريب خالص. السي او ممكن يكون عايز جروث، والفاينانس عايزة توفير، والاوبريشنز عايزة الدنيا تفضل شغالة من غير ديسربشن، والاي تي عايزة سيستم مستقر، والعميل أصلا مش مهتم بأي حاجة من دول، هو عايز تجربته تبقى أسهل. كل دول واقفين قدام نفس المشروع، لكن كل واحد فيهم شايف مشروع مختلف. وعلشان كده قبل ما تسأل هنسلم امتى، في سؤال أنا شايف إنه أخطر بكتير. السؤال بيقول لما نخلص مين بالظبط هيقول إن احنا نجحنا؟ أنا أحمد علي الضبع، وهنا بنحط الإدارة على الترابيزة وبنشوف اللي بيحصل فعلا. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن سؤال مهم جدا اللي كان بيقول هو احنا بنعمل المشروع ده ليه أصلا؟ لأن لو المشروع من البداية ملوش بيزنس ريزون حقيقي أو واضح، فكل اللي هيجي بعده هيبقى شغل مرتب جدا على حاجة ممكن أصلا ما تستاهلش تتعمل. بس النهاردة أنا عايز ناخد السؤال ده خطوة لقدام، لأن حتى لو اتفقنا على الواي في مشكلة تانية مهمة جدا مستنيانا. المشكلة بتكون هل احنا أصلا متفقين على شكل النجاح ولا لأ؟ What does success looks like؟ تخيل معايا شركة قررت تعمل CRM جديد، Customer Relationship Management System. في أول اجتماع المنظر غالبا بيكون محترم جدا، Presentation, Steering, Project Plan, Committees، وكل الناس بتقول إن المشروع استراتيجيك. بس تعالى كده نبص جوه الأوضة شوية، هنلاقي ان السيلز دايركتور شايف ان الهدف ان السيلز تيم تقفل ديلز اكتر، وهنلاقي الماركتنج شايفه ان الهدف ان البيانات تبقى اوضح وتعرف تعمل سيجمنتيشن افضل، وهنلاقي ان الكاستمر سيرفيس عايزه تعرف تاريخ العميل قبل ما يرن عليه، وهنلاقي ان السي او عايز داشبورد واحده يشوف منها الشركه كلها. اما بقى فريق الاي تي فعنده قصه مختلفه تماما، هو عايز امبلمنتيشن يخلص والانتجريشن يشتغل والسيستم يبقى ستيبل والناس تبطل تطلب منه تشينجز كل يومين. الغريب هنا ان كل واحد من دول عنده طلب منطقي جدا، بس السؤال اللي غالبا محدش وقف وسأله من الاول بيكون هو احنا لما نصرف يا جماعة الفلوس دي كلها ونقضي الشهور دي كلها ونطلب من الناس تغير طريقة شغلها، ايه بقى النتيجة اللي لو ما حصلتش هنقول ان المشروع ده ما حققش الغرض منه؟ وهنا يبدأ الخلط، لأن الاتفاق على إننا نعمل المشروع مش بالضرورة معناه إننا اتفقنا على معنى النجاح بتاعه. واحدة من أغرب الجمل اللي بتتقال في الشركات هي الجملة اللي جاية دي، إن المشروع خلص بنجاح. طيب معلش، بس نجاح بالنسبة لمين؟ يعني لو عملت ال ERP في ميعاده والناس بعد 6 شهور لسه بتشتغل على الإكسل، حضرتك نجحت في إيه؟ ولو عملت سوفت وير ابلكيشن ممتاز والعميل ما بيستخدموش، انت سلمت سوفت وير بس، وإنما البيزنس بروبلم لسه واقفة مكانها. ولو وفرت 20% من التكلفة وفي المقابل خليت الكاستمر اكسبيرينس أسوأ، ممكن الفاينانس تعمل سيلبريشن، وفي نفس اليوم الكاستمر اكسبيرينس تيم هتعتبر اللي حصل ده كارثة كبيرة. علشان كده كلمة نجاح من غير ديفينيشن واضحة ساعات بتكون مجرد كلمة حلوة جدا نحطها في آخر الباوربوينت. وهنا خليني أحط حاجة مهمة جدا على الترابيزة. في عالم البروجكت مانجمنت بنتكلم كتير عن السكوب والتايم والكوست، وده طبيعي جدا ومهم، بس المشكلة بتحصل لما نستخدم الثلاثة دولت كأنهم التعريف الكامل لنجاح المشروع. لأن الثلاثة دولت بيقولوا لي المشروع اتنفذ ازاي، ولكن مش بالضرورة خالص يقولوا لي هو المشروع غير ايه. يعني ممكن أكون ملتزم جدا بالسكادجول وأنا بسلم حاجة محدش محتاجها، وممكن أكون ممتاز في إدارة البادجت وأنا أصلا بحل المشكلة الغلط، وكمان ممكن أسلم كل السكوب وبعديها اكتشف إن السكوب نفسه اتحدد قبل ما الناس تفهم المشكلة كويس، فالسكوب أصلا غلط. وعلشان كده أنا عايزك تفرق من هنا ورايح ما بين حاجتين مهمين، الحاجة اللي اسمها البروجكت اوتبوت والحاجة اللي اسمها البيزنس اوتكم. الاوتبوت ممكن يكون سيستم اتعمل، مصنع اتبنى، بروسيس اتصمم، ابلكيشن اتعمل لها لونش، وانما الاوتكم هو اللي حصل بعد كده. يا ترى الانتاج زاد؟ يا ترى السايكل تايم قل؟ يا ترى الاخطاء قلت؟ طيب هل العميل بقى اسعد؟ هل الايراد اتحسن؟ والاهم بقى من كل ده، هل الناس استخدمت اللي انت بنيته اصلا؟ البروجكت مانجر اللي عايز يتطور فعلا محتاج يبقى شايف الناحيتين. في فرق كبير جدا ما بين انك تقول ان احنا هنعمل موبايل ابلكيشن
وبين انك تقول اننا محتاجين نقلل الوقت اللي العميل بياخده علشان يخلص الخدمة من 20 دقيقة ل5 دقايق. الاولانية بتعتبر سولوشن، وانما التانية هي ريزلت. ولو حضرتك بدأت بالسولوشن، كل النقاش اللي بعد كده غالبا هيدور حوالين الفيتشرز، ولكن لما تبدأ بالريزلت ممكن تكتشف اصلا ان احسن حل للمشكلة ممكن ما يكونش ابليكيشن. ودي واحدة من الحاجات اللي بتفرق الشخص اللي بيدير تاسكس عن الشخص اللي فاهم وهو بيدير بيزنس تشينج وبيديره ليه. بس في طبقة أعمق شوية من الكلام ده، لأن الناس مش دايما بتختلف على معنى النجاح علشان عندهم KPIs مختلفة، وإنما ساعات كل واحد فيهم بيكون عنده حاجة مختلفة على المحك. يعني واحد نجاح المشروع بالنسبة له بيكون بروموشن، واحد تاني نجاح المشروع معناه ان القسم بتاعه هيفضل محتفظ بصلاحياته، وواحد تالت خايف ان الاوتوميشن تقلل عدد الناس اللي عنده، وواحد شايف المشروع فرصة انه يثبت ان فكرته من الاول كانت هي اللي صح، وواحد بقى ممكن يقاوم مشروع ممتاز جدا مش لان المشروع وحش، ولكن لان الطريقة اللي اتاخذ بيها القرار خليته حاسس انه بره الجيم. وهنا بقى البروجكت مانجمنت بتخرج بره الاكسل شيت وبتدخل في عالم البشر، لانك في الحقيقة مش بتدير اكتيفيتيز بس، وانما ادارتك بتكون ادارة توقعات، ادارة مصالح، ادارة خوف، سلطة وطموح. وكل واحد من الناس دول بيبص لنفس المستقبل ولكن بمكان مختلف. اوقات كتير الشخص اللي قدامك مش بيقاوم المشروع نفسه، هو ممكن يكون شايف حاجة انت مش شايف، ممكن يكون خايف يخسر تأثيره، او خبرته القديمة تبقى قيمتها اقل، او شغل قضى 10 سنين بيتقنه والشغل ده هيتغير في 6 شهور. ولو انت رديت عليه بالبروجكت بلان والتايم لاين والكلام ده كله، فانت اصلا بتجاوب على سؤال هو ما سألوش. يعني قبل ما تقول ان الستيك هولدر ده ريزيستنت، اسأله او اسأل نفسك هو شايف انه هيخسر ايه لو البروجكت ده نجح. عايز اقول لك ان السؤال ده ممكن يغير تماما الطريقة اللي انت بتدير بيها المشروع. طيب الكلام ده جميل، بس أنا بقى عايزك تطلع من الحلقة دي بحاجة تستخدمها فعلا. هات أي مشروع عندك دلوقتي واختار لي أهم 5 ستيك هولدرز فيه، واكتب قدام كل واحد 4 حاجات بالعدد. أول حاجة هو عايز إيه من المشروع، تاني حاجة هو هيعرف النجاح منين، تالت حاجة هو إيه الحاجة اللي خايف يخسرها، ورابع حاجة هو إيه القرار اللي أنت محتاجه منه أثناء المشروع. لو عملت الإكسرسايز ده واكتشفت إن ال5 عندهم تعريفات مختلفة جذريا للنجاح، ما تعتبرش بقى ان عندك مشكلة لازم تخبيها، بالعكس انت اكتشفت مشكلة بدري جدا، واكتشاف الاختلاف من اول المشروع ارخص بكتير جدا من اكتشافه بعد سنة. يعني لما كل واحد يكون مقتنع انك كنت بتبني الحاجة اللي هو طالبها وفي الاخر ما تبقاش. بعد كده لازم يحصل الاينمنت على سكسس كرايتيريا واضحة، مش معناها ان كل واحد ياخد اللي نفسه فيه وخلاص، لا، وانما معناها اننا نتفق اننا بنحاول كلنا نوصل لايه، وايه التريد اوفس اللي احنا وافقنا عليها. وساعتها حتى البروجكت تشارتر هيبقى وثيقة ليها معنى، مش تمبلت مليناه علشان البروسيس قالت لازم يكون عندنا بروجكت تشارتر. لو عندك 5 اكزيكتيفز قاعدين في ستيرنج كوميتي وكل واحد فيهم عنده تعريف مختلف تماما لنجاح المشروع، فانت عمليا ما عندكش ستيرنج كوميتي متفق على مشروع واحد، وانما انت عندك 5 مشاريع بيتخانقوا على نفس البادجت ونفس الفريق ونفس الديدلاين. وعلشان كده الالاينمنت في البدايه ما بنعتبروش ميتنج لطيف علشان الناس تتعرف فيه على بعض، وانما هو قرار احنا هنعمل ايه وليه هنعمله وبنعمله لمين وايه اللي بنعتبره سكسس لما بنخلص. ولو الاجابات دي مش واضحه، فالجانت تشارت مهما كان شكله جميل مش هيحل المشكله. والحقيقه ان الموضوع ده مش في الشغل بس، احنا بنعمل نفس الحاجه في حياتنا بشكل كبير قوي. مثلا بنبدا بزنس، بناخد جوبايه جديده، بندخل ريليشن شيب، بنتعلم حاجه جديده، او نقرر نغير حاجه كبيره في حياتنا ونبدا نجري. وبعد فتره نكتشف اننا اصلا ما سالناش نفسنا ابسط سؤال، السؤال اللي بيقول هو انا هعرف منين ان ده نجح؟ والاصعب من كده ان ساعات تعريف النجاح اللي بنجري وراه ما بيبقاش التعريف بتاعنا احنا اصلا، يبقى تعريف الناس او المجتمع او المكان اللي احنا شغالين فيه، او حتى صورة قديمة احنا رسمناها لنفسنا من سنين ولسه بنجري وراها رغم اننا اتغيرنا. وعلشان كده خد السؤال ده معاك بعد الحلقة، سواء في شغلك او في حياتك. ما تسألش نفسك بس انا وصلت لفين، ولكن اسأل نفسك لما اوصل ايه اللي المفروض يكون اتغير. انا احمد علي الضبع، ولو الحلقة دي خليتك تبص على مشروع عندك بشكل مختلف،
ابعتها للشخص اللي المفروض تتفق معاه على معنى النجاح قبل ما تكملوا جري. وفي الحلقة الجاية هنكمل من نفس النقطة، لأن حتى لو اتفقنا احنا عايزين نوصل لفين، لسه في سؤال ممكن يبوظ المشروع كله. السؤال اللي بيقول هو مين أصلا اللي ليه حق ياخد القرار؟ وده هياخدنا لعالم البروجكت جوفرنانس والديسيجن رايتس، ومنطقة أنا متأكد إن ناس كتير جدا هتكتشف فيها إن مشاكل كانت بتحطها على البروجكت مانجر كانت جاية من مكان تاني خالص، لأن الإدارة في الآخر بتبان في القرار، والقرار بيبان في النتيجة.